وإياك أن تنظر إلى الجمال فقط، فرب شاب نظر إلى جمال فتعس، وما أكثرهم في هذه الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أهل التفسير هي الزوجة الصالحة. راه والله شيطانا إنسيا قد تلبس في شيطان جن، وهي رسالة نوجهها لكل شاب اليوم مقبل على الزواج. تخير فتاة صالحة لتكون لك أنثى، فخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. وأنت أختي تخيري الزوج الصالح، وإياك أن تنظري إلى ما معه من دينار أو درهم أو ما يملك من العقارات أو السيارات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أنا لم أقل لك زوج ابنتك لمن لا يملك مالا، وقصدت بالمال الذي لا تقوم معه الحياة، لا، أن يملك من المال ما تقوم معه الحياة. لكن الناس اليوم صارت نظرتهم سطحية بامتياز، أو أنهم لا ينظرون إلا إلى كماليات الأمور ليشار إليه بالبنان، ولم يعلم الناس أنه ضراب فحاش قتال لأهله في الصباح والمساء. وابنته إن سكتت عن ظلم زوجها فهي تظلم في الليل والنهار، لا يرى من وجهها إلا بسمة صفراء كاذبة. والعكس بالعكس. تخير أيها الشاب زوجة صالحة، منبتها من منبت صالح، ومن مسجد صالح، ومن أب صالح، ومن بيئة صالحة. وإياك أن تنظر إلى الجمال فقط، فرب شاب نظر إلى جمال فتعس، وما أكثرهم في هذه الدنيا. تنكح المرأة لنسبها أو حسبها، لجمالها، لمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. كلمة كانت تقال عند العرب في الدعاء، أي لم تحمل إلا التراب، ومعناها الحقيقي الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنك حزت الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أهل التفسير هي الزوجة الصالحة. فإذا التقى الرجل الصالح بالفتاة الصالحة دعا الله عز وجل إذا أتى أهله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أتى أهله فقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يضره الشيطان أبدا. وما أكثر أبناء الشياطين في الشوارع اليوم، لا يذكرون اسم الله عليهم. راه والله شيطانا إنسيا قد تلبس في شيطان جن. نسأل الله لنا ولكم العافية ولأبنائنا وبناتنا.